طبعا موضوع الكرة الخماسية دي الواحد فيه من زمان دوري شركات ولعبت دوري ممتاز. فمن البداية أصلا قعدت مع الكابتن حمادة ترك وعرضت عليه الفكرة، والراجل رحب بالفكرة وقال لي ماشي وشوف امورك وشوف. مشينا في اجراءات الكره الخماسيه وسجلنا نفسنا وعملنا فرقه ولسه الامور بتظبط يعني في حكايه اللعيبه وكده وبتاع، لان هي محكومه باللي ما ينفعش لعيب يكون بيلعب 11 ملعب 11 يكون متقيد في كره خماسيه. فالامور صعبه شويه في اختيارات اللعيبه، بس على قد ما قدرنا نجمع ايدنا 9 لعيبه في الاول، وفي لعيبه بنشوفها عشان فترة القيد هتتفتح في شهر واحد، والأمور ماشية كويسة وبنتمرن يومين في الأسبوع. والنادي هنا مرحب بالفكرة ومرحب بالفرقة ومبسوط، والأمور هتمشي كويسة، والدوري يتحدد كمان. وهنلعب في البداية دوري ممتاز به، والدوري اتحدد 5-2 أو 7-2 يعني، بس لسه ما جاش حاجة رسمية بيه. وهيبقى في كاس مصر هنشترك فيه ان شاء الله، وربنا يسهل الحال ان شاء الله. مدعم ومرحب بالفكره وحابب الموضوع، بس هو مستنيين بس حاجه رسميه ويشوف الوضع، لان حاجه جديده لسه على النادي واول مره تتعمل في تاريخ النادي اللي يبقى فيه فرقه كره خماسيه. فالامر جديد عليهم، فهم بس مستنيين الدنيا يشوفوا الدنيا فيها ايه، وعلى اساسه هيبداوا يتعاملوا ويبداوا يشتغلوا. هم مش هيأثروا في حاجه، لان الناس ناس كويسه وناس محترمه وعايزين يشتغلوا وعايزين العاب كتيره تدخل النادي، وعايزين النادي يبقى نادي كويس. فالامور يعني خير. سيستم للجهاز الكره الخماسيه، حاطط منصب مدير فني ومدرب واداري وطبيب فرقه. بس ده بس بس الجهاز الفني بتاع الكره الخماسيه. بس طب انتوا حضراتكم بتتمرنوا فين؟ يعني هنا مفيش ملعب كره خماسيه هنا في النادي، بتتمرنوا فين؟ لا احنا بنتمرن في الصاله المغطاه. بنتمرن يوم في الاسبوع، وموجود على طول كابتن حماده ترك، والمشرف على اللعبه كابتن محمود الزواوي، وجالنا الكابتن اشرف رئيس النادي واتكلم مع الناس، ويعني والامور ماشيه تمام يعني. بنتمرن يومين في الاسبوع، حد وخميس، فالامور هتبقى كويسه. وانا بحسبها دايما الكره الخماسيه ديت مش لعبه شعبيه، انا دايما حاسبها اللي هي من العاب الراقيه، يعني زي السله وزي الطايره وزي اليد والالعاب ديت، يعني حاجه ممتعه، مكان كويس، ناس بتتفرج بتستمتع، فهتبقى فيها نسبه مشاهده من الناس هنا كويسه، وهتبقى حاجه كويسه. واحنا اصلا يعني بادئين ممتاز بيه، بس احنا عايزين نصعد دوري ممتاز. الحاجه اللي مش موجوده في الملعب ال 11 تكون موجوده ان شاء الله في الكره الخماسيه، اللي احنا نصعد ممتاز وتبقى حاجه كويسه يعني. طب كابتن علي لو سمحت، كابتن علي دلوقتي الكره الخماسيه يعني حديثه في نادي كفر الشيخ، هل ممكن اي لاعب في النادي لو بيلعب في الملعب الكبير يلعب معاك في الكره الخماسيه؟ هي القانون بتاعها اللي انت ما ينفعش لعيب 11 يلعب فيها، بس لو من نفس النادي اللي انت مشترك بيها الكره الخماسيه يلعب عادي. يلعب عادي يعني مفيش اي مشكله يعني. لا مفيش مشكله. متشكرين يا كابتن علي حموده، مدير الفني للكره الخماسيه بنادي كفر الشيخ. حبيبي يا كابتن هشام، متشكرين.